بيبدأ الفيلم بكارك وهو بيتكلم مع حبيبته وبيقول لها انه كان عنده حق لما قرر يسيبها، وده عشان المشاكل اللي بينهم تهدى شويه، ولكن ان الاوان انهم يرجعوا لبعض تاني. وكمان بيقول لها انه كان دايما بيفكر فيها وما قدرش ينساها، وده لانه لسه بيحبها وعايز يرجع لها. وكمان جاب لها هديه هو اللي عملها بنفسه عشان يرجعوا لبعض، ولكن الحقيقه انه كان بيتضرب قدام صحابه على الكلام اللي هيقوله لما يشوفها، واصحابه كانوا شايفين انه اسلوبه ضعيف جدا. وفي واحد بيقول له لازم يعرفها انه عرف بنات كتير ولكن ما حبش حد غيرها، ولما بيروح يتكلم معاها بتصدمه وتقول له انها حبت واحد تاني، ولكن بيحاول معاها انهم يرجعوا لبعض من تاني. فبيديها الهديه اللي عملها واخواته بيتريقوا عليها، ومامته بتقول له انهم هيخرجوا يتعشوا بره، ولكن كارك بيرفض انه يخرج معاهم. وتاني يوم لما بيروح الشغل في المطار بيقابل صحابه وبيحكي لهم عن اللي حصل وازاي رفضته وعيلته اتريقوا عليه. وفي نفس الوقت ده بتظهر بنت جميله جدا في المطار والكل بيكون مصدوم من جمالها، حتى كارك واصحابه بيكونوا معجبين بيها. ولما بتاع الامن بيحاول يعكسها كارك بيقف قصاده وبيعديها بسرعه وبيتعرف عليها وبيعرف ان اسمها مولي، فبتشكره على مساعدته ليها وبتروح تركب الطياره. وهناك بتقابل صاحبتها باتي اللي هتسافر معاها، وكمان بتنسى التليفون في المطار، فبتتصل عليه وبيرد عليها كارك وبتقول له انها هتقابله تاني يوم عشان تاخد منه التليفون. وتاني يوم بيروح هو وصاحبه على العنوان اللي قالت عليه، فبترحب بيه وبتشكره على مساعدته ليها وبتطلب منه يستمتع بالحفله. فبيخبط في واحد مسؤول وبيبهدل له هدومه، والراجل ده بيتريق عليه بسبب الهدوم اللي لابسها، فبيحس بالاحباط ويمشي. ولكن مولي بتخرج وراه وتتاسف له على اللي حصل وبتطلب منه يخرجوا مع بعض ويسمعوا الماتش. وتاني يوم كارك وستاينر بيروحوا الملعب عشان يحضروا الماتش، وستاينر بيطلب منه يتعرف على باتي ويقرب منها، وبياخد مولي ويخرجوا عشان ياخدوا راحتهم. ولما بيحاول يتكلم معاها بتقول له ان مولي معجبه بيه، فبيحكي لاصحابه على اللي حصل وهو في قمه السعاده. والكل بيكون مستغرب من اللي حصل، وده لان في شباب كتير احلى منه حاولوا يقربوا منها. وفي نفس الوقت ده مولي بتتصل بيه وبتطلب منه يخرجوا سوا، ولما بيروح يتعشوا بيكون متوتر جدا وهو بيتكلم معاها، لكنه بيحس بالاحراج لما بيكتشف ان اللبس بتاعه هو زي الرسم اللي عاملين في المطعم. ولما بيتعشى بيلاحظ ان في واحد نسيت الشال بتاعها، فبيروح وراه عشان يدولها. ومولي بتكون فرحانه جدا لانه انسان طيب. وفي نفس الوقت ده كان بيروح المطعم وبيسلم على مولي، ولما بيشوف كاركا بيحسبه شغال في المطعم وبيطلب منه يجيب له مشروب، ولكن مولي بيتفاجئ وبتقول له انه مش شغال هنا وانه خارج معاها. فبيقعدوا مكانه وبيعتذر منه بسبب الموقف اللي حصل، وبسبب الحقد اللي فيه بيقول له انه كان مرتبط بيها قبليه. ولكن كاركا ما بيهتمش بكلامه وبياخد مولي ويخرجوا، والاتنين بيتكلموا سوا ويتعرفوا على بعض اكتر. وكاركا بيتفاجئ ان مولي محاميه ولكن سابت المحاماه من ورا اهلها واشتغلت في تنظيم الحفلات، فبيقول لها انه ما كملش تعليم لانه اهله ما كانوش مهتمين بيه وحاليا شغال موظف في المطار. ولما الوقت بيتاخر بيوصلها للبيت، فبيتفاجئ وتقول له انها معجبه بيه وهو كمان بيعترف لها بحبه، فبيطلب منها تروح معاه عشان يعرفها على اهله، وبيكونوا معجبين جدا بيها وباسلوبها في التعامل. وكاركا بيروح يتكلم مع اخواته وبيقول لهم انه مع ضيف ولازم يحترموا نفسهم، ولما بيشوفوها بيتفاجئوا منها وبجمالها وبيسالوها ازاي حبيته بالرغم من انها احلى واجمل منه، لكنها بتصدمهم وبتقول لهم انها معجبه بيه وبترتاح جدا لما بتتكلم معاه. ومريم بتكون غيرانه جدا منها وبتقول لها انها كانت مرتبطه بكاركا قبلها، ولكن امهم بتطلب من مولي انها تسافر معاهم السفريه الجايه. ولما مولي بتلاقي ان الكل بيرحب بيها بتوافق انها تطلع معاهم، وبعد كده بياخدها كاركا ويوصلها للبيت، فبتطلب منه انه يسهر معاها، ولكن الفرحه ما بتكملش وعليتها بيرجعوا من السفر. فبيتوتر كاركا وما بيكونش واخد راحته في البيت، فبيسيبهم ويهرب، والكل بيكون مستغرب من التصرف اللي حصل. ولما بيروح الشغل بيتفاجئ ان مريم مستنياه هناك، فبتقعد معاه وبتطلب منه يتكلموا على انفراد، لكنه بيرفض وبيقول لها ما فيش سر بينه وبين صحابي. فبتقول له انها فكرت في موضوع رجوعهم ووافقت انهم يرجعوا لبعض من تاني، وكمان سابت حبيبها علشانه، لكنه بيرفض ويقول لها انه مرتبط بواحده تاني وما يقدرش يسيبها. فبتحس بالاحباط وبتسيب المكان وتمشي. وبعدها بيحكي لاصحابه عن الموقف اللي حصل امبارح والاحراج اللي سبب فيه المولي، وكمان ما بتردش على رسايله، فبينصحوه يبعد عنها وما يكملش معاها، وده لان علاقتهم ببعض مش كويسه وهي احسن منه في كل حاجه. فبيعاتب صحابه لانهم دايما بيقللوا منه، لكنهم بيقولوا انه خايفين عليه عشان ما ينجرحش تاني. وستانر بيقول له انه حب بنت اجمل منه واذكى منه بكتير وما كانش يقدر يستغنى عنها، ولكن بسبب عدم التكافؤ اللي بينهم ما قدرش يكمل معاها بالرغم من انه لسه بيحبها، علشان كده مش عايز يمر بنفس تجربته ويشوف العذاب اللي شافه. لكن ديفون بيكون رافض كلامهم تماما وبيقول لكاركا مادام لسه بتحبها سيبك منهم وروح صالحها. وكاركا بيعجب بالفكره وبياخد صاحبه عشان يصلح موقفه، ولما بيقابلها بيسالها ان كانت شافت الرسائل اللي بعتها، فبيتفاجئ وبتقول له انها شافتها وتجاهلته تماما، وده بسبب الموقف اللي حصل وان شكلها بقى وحش جدا قدام اهلها. فبيعتذر منها وبيقول لها انه كان متوتر جدا لانه اول مره يشوف عيلتها وكمان جم على غفله، فبيتصدق كلامه وبتصالحه ولكنهم بترجع احسن من الاول. وفي الوقت ده بيفاجئ ان كان شغال طيار، فبياخد كاركا على جنب وبيقول له يبعد عن مولي لانه لسه بيحبها ومش هيسمح لاي حد انه يفرق بينهم. وكاركا بيكون خايف منه فبيقول له ان هو كمان مش مهتم بيها. ولما بيخرج بيتمشى معاها بتقول له انه عيد ميلاد اختها قرب ومش عارفه تجيب لها هديه مناسبه، فبيقترح عليها تعمل لها حفله بما انها منظمه حفلات. وفعلا بتعمل حفله والكل بيكون فرحان، وكاركا بيطلع على المسرح وبيهنيها بعيد ميلادها، وكمان راح يقابل عيلتها عشان يحسن موقفه قدامهم بسبب الموقف اللي حصل لما قابلهم اول مره. ولما والدها بيسالوا
بيساله عن شغله، مولي بتتدخل وبتقول له انه شغال طيار، ولما كان بيشوفه بيقول له انه مش عايز يرجع لمولي تاني لان عندها عيب خلقي هيخليه يندم على جوازه منها، فبيتوتر كارتر بسبب كلامه. وبعد الحفل بيستفرد بمولي وبيسال عن العيب الخلقي، لكنه بيتفاجئ انه عيب صغير في رجليها وبيتمنى لو كان اكبر من كده. ولما مولي بتساله عن السبب بيقول لها لانها احسن منه في كل حاجه، جميله وذكيه وكمان ناجحه في شغلها، وعيلتها كلها مثقفين على عكس عيلته تمام، وده اللي بيخليه يحس انه شخص فاشل وضعيف. واللي خلاه يتاكد من كده لما والدها سالها عن شغله فكدبت عليه وقالت له انه شغال طيار لانها بتستعجب من شغله، فبتقول له انه شخص كويس ولكن ما بيشوفش مميزاته ودايما بيقارن نفسه بغيره. واللي خلاها تعجب بيه انها حست معاه بالامان والراحه وانه مش هيفكر يخونها، على عكس كامل اللي كان دايما بيخونها وكرهها في الحب والارتباط. ولكن كاركر ما بيهتمش بكلامها وبيطلب منها تنساه لانه ما يستحقش واحده زيها، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيروح المطار عشان يسافر مع عيلته، واصحابه بيتفاجئوا لما بيعرفوا انه ساب مولي ورجع لمارني، فاصحابه بيحاولوا يمنعوه يسافر معاهم لانه احسن منهم ولازم يبعد عن مارني لانها خانته قبل كده، لكنه بيرفض وبيقول لهم انه كان عايش في حلم اكبر منه لكنه فاق ويرجع لمستوى تاني. وبعد كده بيسيبهم عشان يسافر مع عيلته، وستاينر بيحاول يتدخل ويصلح علاقتهم ببعض، فبيتصل على باتي وبيطلب منها تساعده وتجيب مولي على المطار. وبعد كده بيروح يتكلم مع كارك وبيطلب منه يفكر في كلامه وبيعتذر له بسبب اهانته ليه، وده لانه كان بيغير منه، فبيطلب منه يرجع معاه لكن كارك بيرفض. ولما بيقعد مع نفسه بيقتنع بكلام ستاينر وبيقول لعيلته انه مش هيسافر معاهم، وده لانهم كانوا دايما بيقللوا منه ومحدش بيحترمه. وكمان بيقول لمارني انه مش عايز يرجع لها تاني. ولما بيحاول ينزل بيكتشف ان الوقت فات والطياره هتطلع بعد 5 دقايق، وفي نفس الوقت ده بتكون مولي وصلت المطار، فبياخدها ستاينر ويجري بيها عشان تلحق الطياره، ولكن بيكتشف ان الوقت اتاخر والطيار على تم الاستعداد، فبيتصل على صاحبه اللي شغال في الصيانه وبيطلب انه يعطل الطياره، وفعلا بينجح انه يعطلها. وكاركر بينزل منها وبيتصل على ستاينر وبيقول له انه كان معاه حق في كل اللي قاله وانه لازم يرجع لمولي، فبيعرفوا انها موجوده معاه في المطار، وبيروح يعتذر منها على كل الكلام اللي قاله وبيطلب منها ترجع له، فبيتوافق مولي وكمان بيتفقوا انهم يعيشوا مع بعض على الحلوه والمره وما فيش حاجه تفرق ما بينهم. وبيخلص الفيلم على كده يا صديقي، ما تنساش بقى اللايك والمتابعه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. سلام.